الرحمن الرحيم. ان شاء الله المسائل اللي هنقولها في الفيديو دي مهمه جدا جدا يا شباب، فركزوا معانا بقى ونبدا بسم الله. اول سؤال بيقول لك حدد نوع الزاويه التي لها اكبر قياس في المثلث، يعني حدد نوع المثلث. يعني هنربع الكبير ونربع الصغير. الف باء هنربعه 8 تربيع 8 في 8 ب 64. ربع الصغيرين باء ج تربيع زائد الف ج تربيع، باء ج تربيع زائد الف ج تربيع، 6 في 6 ب36 و5 في 5 ب25، 36 و25 طلعت 61. لاحظنا ان ده اكبر منهم، ان الكبير بعد التربيع اكبر منهم، يبقى المثلث منفرج. هنقول له بما ان فلان اكبر من فلان وفلان، بما ان الف باء تربيع اكبر من باء ج تربيع زائد الف ج تربيع، اذا المثلث ده منفرج. منفرج في زاوية ايه اللي بتفهم بقى؟ منفرج في زاوية ايه؟ ج. دي منفرج في ج. هنا مغششك بيقول لك اثبت ان المثلث هيطلع قائم. بيقول لك اثبت ان المثلث قائم، فهل هيطلع اكبر منهم ولا اصغر منهم ولا بيساويهم؟ بيساويهم. طيب يلا هنربع الكبير، هنقول له الف باء تربيع 10 في 10 ب100، الصغيرين تربيع الف ج تربيع زائد باء ج تربيع، 6 في 6 ب36 و8 في 8 ب64 يطلع 100. دلوقتي ده قد بعض، بما ان فلان يساوي فلان وعلان، بما ان الف باء تربيع يساوي الف ج تربيع زائد باء ج تربيع، اذا المثلث الف باء ج ده ماله؟ قائم. قائم في ايه لو بتفهم؟ ده الف باء يبقى قائم فين؟ في جيم. هنا بيقول لي اثبت ان زاوية باء ج د باء ج د اللي هي ده اهي، اثبت انها ب90. حاضر. هنشتغل في المثلث الصغير الاول ونجيب الوتر في المثلث ده هو الاول. هنقول له في المثلث باء الف ج القائم في الف، وهنجيب الوتر اللي هو الوتر بيجي ازاي؟ ربع واجمع تحت الجذر. فاقول له في المثلث باء الف ج القائم في الف، هنجيب باء ج الاول. باء ج ده وتر، هنربع ونجمع تحت الجذر. ربع ال3 9، ربع ال4 16، 9 و16 25 يبقى طلع 5. حط مكانه على الرسم 5. نكمل، نروح بقى نربع الكبير ونربع الصغيرين. نروح بقى في المثلث اللي انا هخلي لك لونه لون احمر ده، نربع الكبير ونربع الصغيرين. يلا الكبير باسمه بقى باء د تربيع، ربعوا لي كده 13 في 13 169. نربع الصغيرين، الصغير ده باسمه، ده اسمه ايه بقى؟ ده باء ج، وده اسمه ج د، يبقى باء ج تربيع زائد ج د تربيع. ده تربيع 25 والتاني تربيع 144، جمعتهم طلعوا 169. ده قد بعض يبقى قائم. بما ان باء د تربيع بيساوي باء ج تربيع زائد ج د تربيع، اذا المثلث قائم في زاوية اللي هو قال عليها باء ج د، في زاوية باء ج د، يعني بتساوي كام؟ 90. نفس الفكرة المثلث الفوقاني قائم، فانا هشتغل في المثلث الفوقاني. هجيب باء ج، هقول له في المثلث الف باء ج القائم في باء، واكتب السطر ده باء ج ده ضلع، والضلع بيجي ازاي؟ ربع واطرح تحت الجذر. ربعوا لي 13 169، ربعوا لي 5 25، ده ناقص ده طلع 144، وجذر 144 12، حط مكانه 12. هنروح بقى عشان نعرف نوع المثلث ده، هنربع الكبير ونربع الصغيرين. الكبير ابو 15 اسمه باء د تربيع، 15 في 15 ب225. الصغيرين يلا باء ج تربيع زائد ج د تربيع، 12 في 12 و9 في 9، والله طلعوا هم كمان 225. ده قد بعض، قد بعض، يبقى المثلث قائم. بما ان
باء د تربيع بيساوي باء ج تربيع زائد ج د تربيع. إذا المثلث ده ماله قائم، يبقى إذا قياس زاوية باء ج د بكام؟ ب90. تعالى هنا بقى نشتغل اقليدس. عايز ألف باء، يبقى أنت واقف تحت عند باء، يبقى جذر باء د في باء ج. هقول له عايز ألف باء، يبقى جذر باء د اللي هو ب16 في باء ج كلاته 25. جذر 16 في 25 يطلع بالآلة الحاسبة 20. طيب السؤال اللي بعده، عايز ألف جيم. ألف جيم ده يبقى جذر ج د في ج باء. ألف جيم يساوي جذر ج د في ج باء. ادي جذر ج د بكام يا ترى؟ 9. ج باء كلاته 25 في آلة حاسبة تطلعوا لك 15. طب عايز مين تاني؟ ألف د. ألف د يبقى جذر د باء في د ج. والله الدال باء ب16 والدال ج ب9 في الآلة الحاسبة يطلع 12. هنا هنسيب دي ثانية بس، هقول المهم، دي مهمة أوي 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 أوي، ركز فيها بقى. هو عايز مين باء ج؟ هو أنا لو شلت ده شغال ضلع ولا وتر؟ لو أنت واخد بالك وتر شاطر، يبقى ده شغال وتر. تعرف تجيب الوتر؟ ربع واجمع تحت الجذر. هنحط جذر ونربع 6 ونربع 8. 6 في 6 ب36 و8 في 8 ب64 يطلع 100 جذر 110. حلو. تعالى يلا نجيبها بالخطوات. هنجيب باء ج من فيثاغورس. ربع 6 في 6 ب36، ربع 8 في 8 ب64 يطلع 100 جذر 100 كام؟ 10. يبقى الخط ده بكام؟ ب10. حلو أوي الكلام ده يا باشا. الخط ده ب10. نعمل ايه بقى يا استاذ؟ تعرف تجيب الخط ده هو ولا ما تعرفش؟ حاجة في حاجة على حاجة. 6 في 8 على 10. يبقى عشان اجيب ألف د ده اجيبه ازاي؟ ألف د اجيبه ازاي؟ قول لي. هنضرب ألف باء 6 في ألف ج 8 على اللي تحت 10. يطلع بالآلة الحاسبة 4.8 سم. اكتب له بس من أقليدس، يعني من نظرية أقليدس. طيب نشوف غيره. مسائل التشابه فين؟ تعال نشوف مسائل التشابه، لأنها هتيجي في الامتحان واحدة، ضروري إجباري تيجي واحدة في الامتحان. نبدأ بالتشابه. ماشي، بسم الله. عشان نشابه المثلثين لازم نطلع 3 زوايا قد 3 زوايا. أول حاجة الزاوية ده قد ده بالتقابل بالرأس، يبقى أقول له المثلثان فيهما: 1 قياس زاوية ألف هاء د يساوي قياس زاوية باء هاء ج بالتقابل بالرأس. قياس زاوية الزاوية دي اسمها ايه؟ يلا، ألف هاء د يساوي قياس زاوية باء هاء ج بالتقابل بالرأس. ادي 1. طيب 2 بما أن ألف د يوازي باء ج، يبقى قياس زاوية ألف اللي فوق قد ج بالتبادل، وقياس زاوية د اللي فوق قد باء بالتبادل. تاني يا أستاذ من الأول. أول حاجة التقابل بالرأس، قياس زاوية ألف هاء د يساوي قياس زاوية باء هاء ج. كده دي رقم كام؟ رقم 1. طيب رقم 2 بما أن ألف د يوازي باء ج، إذا قياس زاوية ألف يساوي قياس زاوية ج وده رقم 2، وإذا قياس زاوية د يساوي قياس زاوية باء وده رقم 3. من 1 و2 و3 ينتج أن المثلث ألف هاء د شبه المثلث ج هاء باء، وينتج أن يا أستاذ فاكر ألف هاء على ج هاء، هاء د على هاء باء، ألف د على ج باء. واشتغل يلا. ألف هاء ب3، ج هاء مش معايا، هاء د ب2، هاء باء مش معايا، ألف د اللي فوق، ج باء اللي تحت اللي هو 8. تعرف تجيب هاء باء؟ سهلة. هاء باء ده اهو 2 في 8 على 4 يطلع 4.
طب كأنك ما انتش شايف دي، تعرف تجيب جيمها؟ 3 في 8 على 4، مش كده؟ يبقى جيمها هيجي ازاي؟ 3 في 8 على 4 يطلع 6. نكمل تشابه. المسألة دي مهمة. المسألة دي هنطلع فيها 3 حاجات. أول حاجة إن دي تقابل بالإيه؟ إن دي زاوية إيه؟ مشتركة. تاني حاجة إن الزاوية ده هي قد الزاوية ده هو اللي قال. تالت حاجة إجباري الزاوية دي هتبقى قد دي. هقوله المثلثان فيهم ونطلع 3 حاجات. 1 زاوية أ مشتركة. 2 قياس زاوية أ د ه يساوي قياس زاوية ج. 3 قياس زاوية أ ه د يساوي قياس زاوية ب. من 1 و2 و3 ينتج أن المثلث فلان يشابه المثلث فلان. ينتج أن المثلث أ د ه يشابه المثلث أ ج ب. وينتج إيه بقى؟ أ د على أ ج ود ه على ج ب وألف ه على ألف باء. ويلا اشتغل. ألف دال معانا ب4. ألف جيم كله على بعضه معانا ب8. دال هاء مش معانا. جيم باء مش معانا. ألف هاء يا أستاذ ب6. ألف باء مش معايا. طبعا دي كانت ب4 يا ولاد. دي كانت ب4. ألف دال ب4. طبعا دي سيبك منها. احنا عايزين ألف باء. تعرف تجيبه؟ اف ايه على ايه؟ اف ايه على ايه؟ 6 في 8 على 4 طلع 12. ألف باء ب12. ألف باء ب12. ألف باء كله 12. كله 12. دي واخدة 4 يبقى دي تاخد 8. يبقى ده الباء ب8. تعالى هنا عشان نشابه المثلثين. أول حاجة بما أن س ص يوازي ألف باء. مش واخد بالك من حرف الإف؟ إذا قياس زاوية ص بيساوي قياس زاوية ما اسمهاش باء، اسمها ألف باء عين. يبقى بما أن س ص يوازي ألف باء. إذا قياس زاوية ص بيساوي قياس زاوية ألف باء عين بالتناظر. بما أن ألف ج يوازي س عين. يلا إذا قياس زاوية ج بيساوي قياس زاوية س عين باء بالتناظر. وبعدين هينتج إنه قياس زاوية س قد قياس زاوية ألف. ومن 1 و2 و3 ينتج إن المثلث ألف باء ج يشابه المثلث س ص عين. تعال نشوف المسائل العسل دي بقى. مسائل السكر دي واحدة واحدة بقى وركز معايا. بسم الله. نبدأ بالسؤال العسل ده. عايز نثبت ان مساحة المثلث ألف هاء باء ده قد مساحة المثلث ألف هاء ج ده. طيب والله ربنا يسهل. هنقول له بما ان ده المنتصف باء ج. هنشتغل مرة في المثلث الكبير ومرة في الصغير. مرة في الكبير ومرة في الصغير. ازاي يا استاذ؟ يلا يا سيدي. هنقول له في المثلث ألف باء ج بما أن ده المنتصف باء ج يبقى مساحة المثلث ألف باء د يساوي مساحة المثلث ألف ج د. ده قد ده. في بقى مثلث صغير تاني لو مش شايفه. في المثلث هاء باء ج بما أن ده المنتصف باء ج إذا مساحة المثلث هاء باء د يساوي مساحة المثلث هاء د ج. وبعدين هنقول له بحذف المثلث هاء باء ج من الطرفين ينتج ان مساحة ده قد مساحة ده. تعالى مش عايز ابدأ بدي. تعالى نبدأ بده. عايز نثبت ان ألف م باء ده اهو قد ده. طيب هنثبتها ازاي يا ترى؟ نشوف.
هنقول له أول حاجة بما أن ألف د يوازي باء ج، إذا مساحة المثلث ألف باء د يساوي مساحة المثلث ألف ج د، لأنهم يشتركان في نفس القاعدة ألف د، وبحذف المثلث ألف م د من الطرفين ينتج أن مساحة المثلث ألف باء م يساوي مساحة المثلث د م ج، وهو المطلوب. هي بالظبط. هنقول له بما أن ألف د يوازي باء ج، إذا مساحة المثلث ألف باء ج يساوي مساحة المثلث د باء ج، لأنهم يشتركان معا في نفس القاعدة، وبحذف مساحة المثلث م باء ج من الطرفين ينتج أن مساحة المثلث ألف باء م يساوي مساحة المثلث د م ج. طيب نشوف غيرها. هنشوف ده واحدة. بما أن ألف د يوازي باء ج، إذا مساحة المثلث ألف باء د يساوي مساحة المثلث ألف ج د، لأنهم يشتركان معا في نفس القاعدة، وبحذف مساحة المثلث ألف م د من الطرفين ينتج أن مساحة المثلث د يساوي مساحة المثلث ده. هنقول له بما أن فلانة يساوي فلانة، قاعدة قد القاعدة ايه؟ بما أن باء س يساوي صاد ج، إذا مساحة المثلث ألف باء س يساوي مساحة المثلث م صاد ج. هنقول له وبالجمع ينتج أن مساحة الشكل، اسم الشكل ايه بقى؟ ألف باء س م يساوي مساحة الشكل م صاد ج د. هي بالظبط. يلا اتفضل. هنقول له بما أن ألف د يوازي باء ج، إذا مساحة المثلث ألف باء د يساوي مساحة المثلث ألف ج د، لأنهم يشتركان في نفس القاعدة ألف د، وبحذف المثلث ألف م د من الطرفين ينتج إن كذا قد كذا. هنقول له بما أن هاء منتصف باء ج، إذا مساحة المثلث م باء هاء يساوي مساحة المثلث م هاء ج، وده رقم 2 من 1 و2، وبالجمع ينتج ان مساحة الشكل ده قد مساحة الشكل ده. تعالى هنا، هو مديك مستطيل وعايز مساحة المتوازي. اولا ده متوازي لان الف د يوازي باء هاء، وده راخر بيوازي ده راخر. هنقول له بما ان مساحة المستطيل س د هاء صاد يساوي مساحة المتوازي الف د هاء باء، مستطيل يساوي المتوازي لأنهم يشتركان في نفس القاعدة د هاء، إذا مساحة المستطيل قد مساحة المتوازي. هنحذف الجزء ده اهو، وبحذف مساحة المثلث كان فينا حرف المفروض كان محطوط، وبحذف مساحة المثلث م باء هاء من الطرفين ينتج ان الشكل كذا يساوي الشكل كذا. يا ولاد انا اسف، فيها حاجة غلط، انا ما قريتش المطلوب، انا اسف يا ولاد، انا ما قريتش المطلوب. ده هو مش عايزك تثبت، ده هو بيقول لك انا عايز مساحة المتوازي، هات لي مساحة المتوازي قد مساحة المستطيل. المستطيل ده مساحته ايه؟ طول في عرض، يعني 24 في 12. مساحة المستطيل طول في العرض يعني 24 في 12 طلعت 288. يبقى هقول له اولا هنجيب مساحة المستطيل 24 في 12 طلعت 288. وبعدين يا استاذ هنقول له بما ان يلا مساحة المتوازي، يلا بما ان مساحة المتوازي الف د هاء باء يساوي مساحة المستطيل س د هاء صاد، لأنهم يشتركان في نفس القاعدة د هاء. إذا مساحة د قد مساحة د بتساوي كام بقى يا أستاذ؟ تساوي 288. دي بقى اللي بتتكلم على الفكرة التانية، واحدة واحدة كده وريلاكس. بيقول لك اثبت إن ألف باء ج م ده، عايزك تثبت إن ده قد ده. هقول له ربنا يسهل. نقولها ازاي؟ لازم تقول له بما ان فلان يوازي فلان وتشتغل، يعني بما ان فلان يوازي فلان، بما ان الف هاء يوازي د. المهم نقول له بما ان مساحة المستطيل الف باء ج د يساوي مساحة المتوازي الف هاء واو د، لأنهم يشتركان في نفس القاعدة الف د،
وبحذف المثلث ألف ميم دال من الطرفين، بحذف مساحة المثلث ده من الطرفين، ينتج أن مساحة المثلث ألف باء جيم ميم يساوي مساحة المثلث، ينتج أن مساحة الشكل ده قد مساحة الشكل ده. هنشوف دي واحدة واحدة. بسم الله. أنا هسألك سؤال، ده نص المتوازي ولا لأ؟ ده نص. شاطر. طيب هسألك سؤال تاني. بسم الله. انت لسه قايل حالا ان ده هو نص المتوازي، تمام؟ شاطر. عندي سؤال ليك سهل كده. مش بقى دي في النص؟ يبقى مساحة الحتة ده اهي قد مساحة الحتة ده اهي، وده نص المتوازي وده قده، يبقى دول على بعض كده نص المتوازي ولا قد المتوازي؟ قد المتوازي. طيب هو عايز كده، هقول له بما ان الشكل ده متوازي اضلاع، اذا مساحة فوزي ده هو نص مساحة شكري. نقولها بقى بالبرهان. بما ان الشكل الف باء جيم ده المتوازي اضلاع، اذا مساحة المثلث واو باء جيم يساوي نص مساحة المتوازي ألف باء جيم ده، لأنهم يشتركان في نفس القاعدة باء جيم. هنقول له بما أن باء منتصف هاء جيم، إذا مساحة المثلث إذا مساحة المثلث واو هاء باء يساوي مساحة المثلث واو باء جيم. وبالجمع لما نجمعهم على بعض ينتج أن مساحة المثلث الكبير ينتج أن مساحة المثلث اسمه ايه بقى؟ واو هاء جيم يساوي مساحة المتوازي ألف باء جيم ده. سؤال ممتاز. بقول لك المتوازي ب40، يبقى المثلث ده كله ب20، يبقى الواحد من دول ب10. هقول له بما أن الشكل ده متوازي أضلاع، إذا مساحة المثلث هاء باء جيم يساوي نص مساحة المتوازي ألف باء جيم ده ويساوي 20. بما أن واو منتصف هاء جيم، إذا مساحة المثلث باء هاء واو يساوي مساحة المثلث باء جيم واو، يبقى الواحد فيهم بكام؟ ب10. سؤال ممتاز، ركز فيه واحدة واحدة. عايزك تثبت إن ده قد ده. الله المستعان. ركز بقى معايا. هنقول له بما أن ألف دال يوازي باء جيم، يلا سهلة. إذا مساحة المثلث ألف باء دال يساوي مساحة المثلث ألف جيم دال، لأنهم يشتركان في نفس القاعدة. وبحذف المثلث ألف ميم دال من الطرفين ينتج أن مساحة المثلث كذا يساوي مساحة المثلث كذا. بما أن دال منتصف هاء باء، إذا مساحة المثلث ميم هاء دال يساوي مساحة المثلث ميم جيم دال. من 1 و2 ينتج أن مساحة المثلث ده هو قد مساحة المثلث ده هو. بس هو ده المطلوب. اسمعها تاني بقى. في سؤال اهو. بسم الله. انا هشوف لك لو في سؤال تاني مهم كده ولا كده. كل الأسئلة المهمة أخدناها. في سؤال واحد بس هشرحه بعد ده. بيقول لي اثبت إن قياس زاوية باء ألف جيم، عايز نثبت إن الزاوية دي ب90. طيب أنا أقدر أجيب ده أهو وأقدر أجيب ده أهو. أجيب ألف باء إزاي؟ طبعا دي زاوية قايمة غير غصب عني. ألف باء ده وتر ولا ضلع؟ وتر. ربع واجمع تحت الجذر. يلا اتفضل. ربع يلا. 2 في 2 ب4. 4 في 4 ب16. يطلع 4 و16 جذر 20. ملهاش جذر، سيبها زي ما هي. هنجيب يلا ألف جيم اللي هو ضلع ولا وتر؟ اللي هو وتر. هنجيبه. ربع واجمع تحت الجذر. 4 في 4 ب16. 8 في 8 ب64. هنشوفه طلع كام. والله 6 و4 10. 1 و6 7 1 8. طلع جذر 80. هنعمل ايه بقى؟ احنا جبنا ده بجذر 20 وده جذر 80. هنربع الكبير ونربع الصغيرين. الكبير اللي هو 10 ده هنقول له باء جيم تربيع
10 في 10 ب100. يلا الصغيرين يلا. ألف باء تربيع زائد ألف جيم تربيع. تعرف إن التربيع بيشيل إيه؟ الجذر، يبقى 20، والتربيع بيشيل الجذر يبقى 80. عارف 20 و80 كام؟ 100. ده قد بعض، يبقى المثلث قائم، يبقى قياس زاوية باء ألف جيم 90. حلها مع نفسك تاني. في حتة مسألة أخيرة هتكلم فيها. بسم الله. ركز لي في المثال الأخراني ده. براسم كده، بقول لك انا عايز طول باء د، وعايز مسقط ألف باء على باء د. طيب هنجيبه سهلة مي. تعال نجيبه. أول حاجة المثلث ده هو قائم، يبقى الخط اللي أنا تقلته ده هو وتر. يبقى هنجيب الوتر ازاي؟ ربع واجمع. طبعا ما تقوله في المثلث باء جيم د القائم في ج. هنجيب الوتر ربع واجمع تحت الجذر. ربع 7 7 في 7 ب49. ربع 24 24 في 24 ب576. ده زائد ده طلع 625. عارف جذر 625 كام؟ 25. يبقى الباشا ده طلع بكام؟ 25. شاطر. طب دلوقتي بص لي بقى في المثلث الفوقاني. انا دلوقتي مش عايزك تبص في المثلث التحتاني خالص، كأنك ما انتش شايفه. في الفوقاني بس تبص. المثلث ده لو ما فيهوش البتاع ده ضلع ولا وتر؟ ده ضلع، لان الوتر اهو. تعرف تجيب الضلع؟ اعرف اجيب الضلع. ربع وطرح تحت الجذر. هتقولي يلا الف د. ربع 5 في 5 25 في 25 625. ربع دي في دي ب225. طلعت 400. جذر 420. ده طلع 20. الباشا عايز ايه بقى؟ عايز منك مسقط. بص انا عايز منك طول ألف هاء الأول. تعرف تجيب لي طول ألف هاء؟ اعرف اجيبه ازاي؟ 15 في 20 على 25 من اقليدس. ماشي. واحسبها شوف تطلع بكام. احسب 15 في 20 على 25. طلعت 12. بس يا سيدي كفاية. بصوا يا حبايبي، بالنسبة للمسائي، بالنسبة للامتحان ومسائي، احتمال اجيبكم بكرة قبل الامتحان. احتمال هتعرف امتى؟ بص على الجروب قبل الساعة 11:30 هتلاقيني بعت رسالة قول والله تعالوا او والله ما تجوش. غالبا هتيجوا، غالبا المسائي هيجي غالبا. تابع الجروب، ابوس دماغك. تابع الجروب. سلام.